فاغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أيها الأحباب الأكارم مشاهدين الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء الجديد وإلى هذا العدد المتجدد من برنامج الإفتاء اليومي هلا سألوا، نلقاكم فيه للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. وأرحب بالغ الترحيب بضيفنا الفاضل الدكتور سعيد بويزري، فأهلا ومرحبا فضيلة الشيخ سعيد. مرحبا أخي محمد صالح. أحبة الإيمان مشاهدينا الكرام، دعا القرآن الكريم إلى الحوار مع الناس جميعا ومع المخالفين خصوصا. قال الله تعالى جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجادلهم بالتي هي أحسن. والحوار آلية من آليات حل الأزمات، وتتعدد صوره، فيكون بين الأئمة والعلماء، ويكون بين أصحاب المناهج والمدارس وأهل الآراء مهما تعددت مشاربهم واختلفت آراؤهم. والهدف من وراء ذلك كله الاجتماع على كلمة سواء. مع موضوع الحوار فضيلة الدكتور سعيد. ما شاء الله. أنا أشرح هذا المتن الذي تقدمت به أخي محمد صالح. حشي عليه. الله يبنى وحشي عليه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحوار الذي يقرأ القرآن الكريم يجد أدلة كثيرة يستدل بها على مشروعية الحوار، والذي يقرأ السنة النبوية أيضا الشريفة يجد أدلة أيضا كثيرة يستدل بها على مشروعية الحوار، والذي يقرأ تاريخ المجيد لا شك أنه يجد ألوان كثيرة مما يستدل به أيضا على مشروعية الحوار. ثم بعد ذلك فالحوار هو سلوك حضاري وآلية من آليات الاجتماع والتعايش بين الناس، بين المناهج كما قلتم يا أخي محمد صالح، بين الأفكار، بين العلماء، بين العشائر إلى غير ذلك. فأكتفي بذكر بعض النماذج، فما لا يدرك كله لا يترك جله. القرآن الكريم حينما نقرأ بعض الله عز وجل كان يحاور الملائكة مما ذكره الله عز وجل. واش كان يقول الملائكة الله رب سبحانه عز وجل: أتجعل فيها من يسفك الدماء، من يفسد فيها ويسفك الدماء. يعني كيف أن الملائكة يذكرون ذلك لله عز وجل لا اعتراضا على أمر الخلق لبني آدم، ولكن مما علمهم الله عز وجل من علمه أن هؤلاء البشر سيسفكون الدماء وسيفسدون في الأرض. إذن هذا لون من ألوان الحوار بين رب العزة جل جلاله وبين والملائكة. وكذلك حوار الله عز وجل مع الشيطان، والأدلة كثيرة في سورة البقرة وفي غيرها من صور القرآن الكريم. ونجد كذلك القرآن يحاور المشركين ويحاور الملحدين ويحاور الكافرين، فنجد أدلة كثيرة جدا لهذا الحوار كمبدأ، كقيمة من القيم، كآلية من آليات التعايش مع الناس، نجدها في القرآن الكريم. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحاور المشركين وكان يحاور الكفار. يكفي أن نقرأ قوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. دعوة إلى الحوار صريحة، ليس كذلك، ولكن على أن يكون هذا الحوار بالبرهان والدليل القاطع. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والآية ذكرتموها أخي محمد صالح في سورة النحل الآية 125 حينما يقول ربنا سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. المجادلة بالتي هي أحسن. إذن فهذه الآية صريحة واضحة تدعو الناس جميعا، تدعو المسلمين على وجه الخصوص إلى أن دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن تكون بالحكمة، ولا بد أن تكون بالموعظة الحسنة، ولا بد أن يكون ذلك بالجدال، ولكن بالتي هي أحسن لا بالتي هي أخشن، وجادلهم بالتي هي أحسن. فالأدلة كثيرة. ثم إذا عدنا نعم، يعني معذرة المقاطعة، نقرأ في القرآن الكريم أول حوار
يعني أخبر الله عنه ما كان بين رب العزة جل وعلا وبين إبليس. نعم. وهو أعلم به. قال ما منعك أن تسجد، وتسرد لنا عدة صور الحوار الذي كان بين الله تعالى وبين إبليس وامتناعه عن السجود. أيضا الغرض والمغزى من ذلك، وربنا تبارك وتعالى أعلم بما في نفس إبليس وما يريده إبليس، يعني من وراء الامتناع. ربي سبحانه عز وجل ليبرز حقيقة هذا الشيطان، وهو العدو المبين للإنسان، وكيف أنه اعترض على أمر الله عز وجل حينما جاء أمر الله عز وجل بالسجود لآدم بعد أن خلقه ونفخ فيه من روحه، فسجد جميع الملائكة، ولكن اعترض إبليس على أمر الله عز وجل، مبررا ذلك ومدافعا عن موقفه: أنا خير منه، خلقته من طين وخلقتني من نار. هذه الأنا التي تجعل الإنسان ينتفخ، هذه الأنا تجعله يتجبر يتكبر يتعنت، الأنا. لذلك بين قوسين أحد العارفين بالله في هذا الزمان قال: من قال أنا فقد هلك، وقال أيضا: من قال أنا فقد سقط في أول الطريق، ومن قال نحن فقد سقطوا في منتصف الطريق، ومن قال الله يصل إلى مبتغاه. يعني لأن هذه الأنا تجعل الإنسان يتكبر ينتفخ يتجبر يتعنت: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن شوف هذا التفضيل، هذا التكبر الذي جعله يفضل نفسه على آدم، والكل من خلق الله عز وجل. رب سبحانه قال في آية أخرى في سورة الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمعيار الثابت العادل هو التفاضل بمعيار التقوى بهذا الميزان، ليس بأمر الخلق. هذا الملائكة خلقهم الله عز وجل من نور، والشيطان من نار، وآدم من تراب، وهكذا. لذلك نحن أيضا معاشر الناس لا يجوز لأحد منا أن يفتخر بجنسه مثلا، أو بكونه ينتمي إلى عشيرة فلانية أو إلى مركز اجتماعي معين. لا، التفاضل يكون بميزان عادل، وهو التقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن رب سبحانه عز وجل أبرز حقيقة إبليس من خلال هذا الامتحان الذي امتحن فيه، ولم يسجد لآدم طبقا لأمر الله عز وجل، وهو سجود التكريم، لا سجود العبادة كما يعلم الجميع، ولكنه اعترض. ثم صار بعد ذلك يبرر لخطئه. لذلك آدم هو أيضا عصى الله عز وجل كما عصاه إبليس. الفرق بينهما أن آدم تاب واستغفر واستحق التوبة والغفران، ولكن إبليس تعنت ودافع وبرر موقفه واستحق اللعن، الطرد من رحمة الله عز وجل. لذلك كل إنسان يخطئ منا عليه أن يقتدي بآدم الذي تاب واستغفر، لا يقتدي بإبليس الذي يتعنت ويديم يعني موقفه على الخطأ. لذلك يقال أن العودة إلى الحق أفضل من التمادي في الباطل. ثم نعود إلى مدارس فقهية، يعني ربحا للزمن أخي محمد صالح. نجد مدارس فقهية كثيرة، يعني على رأسها مدرسة أهل الرأي كما تسمى، ومدرسة أهل الحديث. يعني هاتان المدرستان معروفتان في تاريخنا الفقهي الزاخر، يعني حصلت بينهما مناقشات وحوارات ومناظرات وردود لا تعد ولا تحصى. بل داخل المدرسة الواحدة، داخل مدرسة أهل الرأي مثلا، داخل مدرسة واحدة نجد سدنة وأقطاب هذه المدرسة يتناقشون ويتحاورون إلى آخره. ونجد أيضا داخل مدرسة أهل الحديث أيضا يتناقشون ويتجادلون ويتناظرون، ولا ينقص ذلك من ودهم ومن محبتهم ومن تقدير بعضهم البعض. ونجد أيضا ألوانا من التقدير والاحترام من الحوار القائم بين أهل العلم، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة وغيرهم. يعني في جميع العصور الذهبية نجد هذا الحوار قائما، لا يلغي أحدهما الآخر، ولا يقصيه ولا يبعده ولا ينقص من قدره. وربنا يقول في القرآن: لا تبخسوا الناس أشياءهم. لذلك هذا الذي يجعلنا نفهم فهما جيدا أن صدر الشريعة يسع. لذلك يا أخي محمد صالح نعود إلى الواقع، بعد شوية من التاريخ نروح للواقع.
كثير من الناس تضيق صدورهم بالاختلافات الفقهية، أليس كذلك؟ نعم. نعم. ولو أدركوا أن صدر الشريعة يسع، وأن نصوص القرآن والسنة تدعو إلى الحوار وقبول الآخر والاستماع الآخر والتعايش مع الآخر في جميع مجالات الحياة، في المجال الفقهي وفي المجال الاجتماعي وفي المجال الاقتصادي وفي المجال السياسي، في جميع المجالات. ثم مع هذا الحوار له أو هذا الحوار كقيمة شرعية، كمبدأ شرعي وكقيمة حضارية تربوية، تحتاج إلى جملة من المعالم لا بد أن نذكرها باختصار. المعلم الأول لنجاح هذا الحوار لا بد أن يكون التقدير بين المتحاورين، يعني كل محاور يقدر ويحترم المحاور الطرف الآخر. الأمر الثاني أن يعترف بإيجابياته، يعني كي يوقفوا زوج في نقاش أو في حوار لا يجوز لأحدهما إلغاء محاسن الآخر، يقول أنت لا شيء، لا، ربي يقول لا تبخسوا الناس أشياءهم، ليس كذلك؟ نعم. الأمر الثالث حسن الإنصات والاستماع، لابد لكل متحدث أن يستمع له. لماذا؟ إذا كان المحاور لا يستمع للمحاور لا يفهم منه، فبالتالي لحوار الطرشان كما يقول لا أحدهما يفهم نعم. للآخر. هذه مسألة مهمة جدا. الأمر الآخر الذي يجب أن يتحقق في الحوار أن كل إنسان لا يصح أن يحرص أن يكون حريصا على إظهار الحق على لسانه. الإمام الشافعي مما ينسب إليه يقول كلما نظرت أحدا إلا وسألت الله أن يظهر الحق على لسانه، لأن الغرض من الحوار هو إبراز الحق، خدمة الحق ناصعا واضحا، أليس كذلك؟ يعني لا يكون الإنسان حريصا أن يظهر الحق على لسانه. الإمام الشافعي له ثقة في نفسه، فيما ينسب إليه أيضا قوله رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. إذن لا أحد يدعي أنه يملك مفاتيح المعرفة المطلقة أو يملك الحق كله، يقول أملك جزءا من الحق وغيري يملك الجزء الآخر، وبذلك يتحقق التعايش بين الناس. الحوار إذا حصل معه العمار، وإذا غاب الحوار وقع الدمار، والعياذ بالله. نعوذ بالله ونسأله السلامة والعافية. إذن نبدأ على بركة الله في استقبال المكالمات واتصالات الإخوة والأخوات، ونبدأ بالأسئلة الواردة فضيلة الدكتور سعيد. ونبدأ بهذا الطلب من السيدة فتيحة من فرنسا، تطلب من شيوخنا الأفاضل الكرام الدعاء لابنها وولدها حمزة، تقول أنها تحب ولدها وترجو منكم الدعاء له بالصلاح والتوفيق. دكتور سعيد. وقت فتيحة نسأل الله عز وجل أن يجعل ابنك حمزة من أعلام الهدى، وأن يجعله من مصابيح الدجى، وأن يحفظه من كل سوء، وأن يجعله من الصالحين. اللهم آمين يا رب العالمين. دكتور سعيد، السؤال الذي ورد إلينا قبل بداية البرنامج، وعلمت من حال السائلة يعني المواصفات التي ذكرتها لمن تقدم لخطبتها، يعني من خلال ما ذكرت وبما أن السؤال كان بيننا وبينها، هل تقدم وتقبل بالزواج من هذا الشخص أو تتريث؟ نعم. الأخت الفاضلة، نجيبك بما لدي من معطيات كما ذكرها نعم. أخي محمد صالح. نبينا صلى الله عليه وسلم وضع معيارا: إذا أتاكم، أو في رواية إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، ركز على الدين ولم يركز على المذهب، دينه وخلقه نعم. لأن الدين الإسلام، لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. نعم. هكذا قال الله عز وجل. وقال ربنا في آية أخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال ربنا في آية أخرى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الإسلام يركز على الدين، على الإسلام. أما الاختلاف المذهبي الفقهي، هذه المسألة لا تقدح في إسلام أحد. لا يصح إطلاقا أن نمنع الزواج ممن هم من أهل القبلة. من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله
طبعا هذا أساس. ثم تأتي المقومات الأخرى، يعني أنه كما ورد في الحديث: نعم. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. نعم. قد يتقدم إنسان مسلم ولكن ليس على خلق. ليس على خلق. يجوز للمرأة بعد ذلك أن ترفضه لأنه ليس على مستوى من الخلق. أو يفتنها، يعني ربما يفتنها هي كذلك. ربما يفتنها في دينها، يفتنها في حياتها. نعم. لذلك مسألة القيم والأخلاق مهمة جدا. نعم. لأنه بعد الدين، يعني بعد الدين. نعم. الخلق هو الترجمة العملية للدين. كي نقول فلان متدين، ماهوش في الظاهر يمزوق من برا وشحالك من داخل، سوف لا يشبح يرقى من داخل مثل دي غيرك. لذلك العبرة بالمضمون، العبرة بالسلوك. فإذا كان توفرت في هذه المقومات، هذه الكفاءة وغيرها من الأمور التي ذكرها الفقهاء في الكفاءة، فلا حرج عليها أن تقبل، ويجوز لها أن تقبل ولا حرج إن شاء الله تعالى. ربي تمام إن شاء الله. اللهم. وردة من فرنسا، السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا يا وردة. صحيت. معليش عندي 3 أسئلة. نعم. الو. تفضلي يا وردة في الاستماع لك. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي رجاء بطرح الأسئلة. وردة. نعم. يظهر أننا نفقد التواصل مع وردة. إلى غنية من تيزي وزو. نعم. غنية من العاصمة، عفوا أخت غنية من العاصمة. نعم. ألو. نعم. الو. غنية تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الو السلام عليكم. نسمع إليك يا غنية، تفضلي. باش نسقسي الشيخ بوزيري. نعم. زيد فضلك خويا أنا باش نسقسي، عندي مشكل. أنا شغل نصلي صلاتي في وقتها. نعم. نصلي صلاتي في وقتها، بس شغل اللي فوق يحكمني الخوف، شغل يحكمني، شغل قلبي يولي يخبط، شغل يدوي واحد ضربات سريعة هكا في الصلاة هذه. وشغل نخاف بزاف، سختو مع المغرب. والشيخ ثاني صلاتي شغل كي نصليها في وقتها، كل ما نصليش في وقتي شغل ما نقدرش. نعم. وثاني الشيخ انا نجل الرقيه هكا، نرقي سختو المغرب نولي كاع مانيش مليحه. شغل ما نحبش نهضر مع الناس بزاف، شغل ما نحبش الغاشي، ما نحبش الناس، شغل ماشي نيفيتيهم، شغل ما نقدرش. واضح يا غنية، واضح. ربي يرفع عنك هذه الحالة إن شاء الله. نعم. ربي يرفع عنك هذا الضر وهذه الحالة إن شاء الله شيخ. شغل نعم. إن شاء الله شوف باش نعرف اسكو الحالة تاعي كيفاش. إن شاء الله تابعينا فقط، تسمعي التوجيه في هذا الموضوع. يعني الشيخ ونصلي صلاتي يعني في وقتها، ماشي. نعم. غنية، اتضح سؤالك، واعذرينا لأن الوقت ضيق والمكالمات في الانتظار. سؤالك واضح يعني دون الاستطراد في طرحه. حياة من سطيف. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي عندي أسئلة برك لسيدي الشيخ. باختصار يا حياة. نعم. عندي سؤال، يعني المرأة تكون تحب تغتسل للصلاة بعد جنابة ولا بعد حيض، ما تحقب الماء على راسها مع العلم أنها ما تراغيش ومع العلم أنه يكون فيه زيت. أعيدي سؤالك، ما فهمت سؤال هذا. المرأة عندما تدير غسل للصلاة من جنابة أو من حيض. نعم. تصب الماء على راسها. نعم. بلا ما تدير له صابون، يعني هل جائز ولا هم عليه أن شعرها يكون فيه زيت ولا مرهم هكذا للشعر؟ يعني يكون مانع؟ يكون فيه زيت وخلاص هكذا. نعم. زيت. نعم. السؤال الثاني. تفضلي. عندي برك استفسار حول المرأة اللي تحرق لها بنها صغير في النار هكذا، يقولوا ما تذوقش ريحة الجنة. اسكو كاين حديث صح أو هذا دعاء برك؟ نعم. الو. وسيدي الشيخ نطلب منكم دعاء برك بالذرية الصالحة. ربي يرزقك إياها إن شاء الله، وكل متابع ومستمع ومتمني لهذه الأمنية إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. السلام عليكم. مع السلامة سيدة حياة. سميرة من سطيف. نعم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من فضلك خويا عندي سؤال حول الطلاق، بالذات تحريم الزوج. نعم. في المغزى هذا انا الزوج تاعي تخاصمت مع الام تاعو، وكي جيت نحرك لها قال لي بالحرام وزيدي طوعي غنطلقك.
يعني الأفضل يكون يسألنا الزوج يا سميرة، دائما نقول أن هو نعم. سألته واش كان حاب، قال لي نويت تطلع، قال لي كنت حابي تروحي، كنت بدي تروحي نويت تطلع، بصح أنا زدت رحت لها كي قاعد يسموه، زدت رحت لها. وهذه أول مرة يقع بينكم هذا الأمر؟ أنا عنيه أول مرة. ما تلفظلكش بطلاق وقت فايت ولا؟ تلفظ به واحد الوقت هكذا ثاني في نفس السياق، في نفس الموضوع هذا. نعم. يمنع علي حوايج ويحلف بالحرام ويقصد اللي يطلب بصح نديرهم. شوفي سميرة، الشيخ يوجهك إن شاء الله، إن شاء الله، ولكن لازم يطرح موضوعك وموضوع زوجك أمام شيخ، يعني لازم تكونوا بين اثنين حتى تسمعوا الحكم الشرعي في الموضوع. إن شاء الله. ربي تمام إن شاء الله. الله يعيش خويا، في أمان الله. حورية، ونستأنف الإجابة إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شوف خويا، بغيت نسقسي الشيخ. نعم. أنا عندي من نصلي قيام الليل يلحق خطرات في بعض المرات يلحق بيا الفجر يأذن لي. هل الوتر نصليه ولا كيف؟ نعم. سمعتني؟ سمعتك. نعم. وشوف عندي سؤال واحد آخر. نعم. وفي الصدقة هل يجوز لي نجمع بعض الأشخاص، مثلا زوجي والله يرحمه ووالدتي وأنا كلمة حاجة نجمع يعني تنويها لهم كامل. نعم. نعم. صحيح. نعم. بارك الله فيكم. شكرا. نعم. إذن دكتور سعيد، نبقى مع الأسئلة الواردة للبرنامج. سؤال عبد الرحيم من ولاية بومرداس. السؤال الأول: حكم قراءة أكثر من سورة واحدة في ركعة. نعم الأخ عبد الرحيم، هذا من المكروهات. نوضح يا أخي محمد صالح. لك واحد يصلي صلاة مثلا صلاة المغرب، يقرأ سورة الفاتحة، بعد ذلك يا إما يقرأ سورة كاملة صغيرة، يقرأ إن إذا جاء نصر الله، يقرأ سورة الإخلاص ولا، أو يقرأ بعض الآيات من السور الكبيرة من سورة العمران أو الكهف أو كذا. هكذا. نعم. ولكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعمل بذلك يعني مدة بعثته، أنه كان يقرأ سورة واحدة قصيرة أو مجموعة آيات. ما يقرأش مثلا سورة الفاتحة وبعدين يقرأ سورتين في الفريضة، أو يقرأ سورة كاملة وجزءا من سورة أخرى. الاستثناء طبعا هذه ماهوش في الحرمة يا أخي عبد الرحيم، هذه في الكراهة. في الكراهة. الاستثناء إذا كان واحد يصلي وراء المأموم، مثلا في الصلاة السرية نصلي وراء إمام صلاة العصر مثلا، هو يقرأ وحنا كملنا صورة أنا وياك نصلي وراه وكملنا صورة معينة بعد الفاتحة، لكي لا ننشغل عن الصلاة يصح أن نقرأ جزءا من سورة أخرى باش ما نبقاوش يعني هكذا ننتظر. قرأ سورة قل هو الله أحد والإمام مازال ما ركعش، ماذا أفعل؟ أقرأ سورة أخرى. نعم. أي علاش اللي أشغل نفسي بالقرآن الكريم ولا أنشغل بغيره هكذا. إذن الأصل أن الإنسان يقرأ سورة واحدة إذا كان بمفرده، ولا يقرأ سورة وجزء من سورة أخرى. هذا من الكراهة ليس من الحرمة. مع الصلاة صحيحة، من خالف ما نقول صلاته صحيحة، ولكن من الكراهة أن يفعل ما ذكرنا. والاستثناء لمن كان مأموما وراء إمام، فلكي لا ينشغل عن صلاته يجوز له أن يقرأ أكثر من سورة خلفه لكي لا ينشغل عن صلاته. نعم. شكرا. حكم قراءة شيء من القرآن في ركوع أو سجود المرء في صلاته. في قراءة القرآن هذا السؤال يتكرر كثيرا. نعم. يعني الأخ عبد الرحيم أصر باش يكون الجواب. شوف يا سي عبد الرحيم، القرآن الكريم يقرأ في القيام، تقرأ سورة الفاتحة، بعد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم ما تيسر من القرآن الكريم. أما في حال الركوع وفي حال السجود الوارد هو الذكر، إما التعظيم أو التسبيح. نقول سبحان يا رب العظيم، ولا في السجود نقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ولا نقرأ القرآن في حال الركوع والسجود لأن حكمه الكراهة. الدليل لحديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، إلى آخر الحديث. وعيد قراءة حديث ابن عباس: ألا وإني
نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فبمقتضى هذا الحديث نأخذ هذا الحكم، يعني كراهة قراءة القرآن حال الركوع أو حال السجود. نعم. خلاف الأدعية القرآنية في حال السجود. أما الأدعية القرآنية اللي وردت في القرآن الكريم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، في حال السجود فهذا أمر جائز. بارك الله فيك. السؤال الأخير لعبد الرحيم: حكم المشي أثناء الصلاة لفتح باب المنزل تجاه القبلة أو لإصلاح مكبر الصوت في المسجد؟ نعم الأخ عبد الرحيم، هذا أمر جائز مع بمعنى الإنسان حينما يكون في الصف في الصلاة، طبعا الأصل أنه لا يأتي بحركة خارج حركة الصلاة، هذا لأنه في حالة الصلاة، في حال القيام أو في الركوع أو في السجود، وما يديرش حركة أخرى، ما يتنقلش وما يتحركش وما يمشيش. ولكن لهذه القاعدة استثناءات جائزة صحيحة مقبولة شرعا. من هذه الاستثناءات ما ورد، قال لك فتح الباب، دونك مثلا واحد يصلي إلى القبلة كما ورد في السؤال، وبعدين واحد يطرق الباب وملحا في الطرق. نعم. يجوز له شرعا أن يتقدم إلى الأمام ويفتح الباب ثم يعود إلى مكانه، هذه حالة جائزة. الحالة الثانية ماهوش فقط في المقدم، يعني في أمام القبلة، حتى كي يكون جهة اليمين أو جهة الشمال، فقط لا يستدبر القبلة. نعم. ما إذا كان الباب ماهيش تجاه القبلة، تجاه اليمين، ممكن يتحرك جهة اليمين ويفتح الباب، يجوز، أو جهة الشمال ويفتح الباب، هذا جائز. أو كي يكون في المسجد مثلا وشاف فرجة في الصف، يجوز له أن يتقدم ليصل ذلك الصف. من وصل صفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصله الله، يعني يتقدم إلى الصف الذي أمامه سدا لتلك الفرجة. كما يجوز أيضا، وهذا يحصل للمؤذنين، يعني كثيرا ما يطرحون هذا السؤال. نعم. يقول لك الشيخ يبدأ في القراءة وهو اللي كان يعني يضبط الفوليوم الصوت نتاع المكبر الصوت، وبعدين يصدر عن مكبر الصوت صوت مزعج مثلا، أو لا يسمع المأمومون أو شيء من هذا القبيل. يجوز لهذا الشخص سواء كان مؤذنا أو كان غير ذلك، يعني أن يتقدم إلى الأمام وين كاين أجهزة تاع ضبط الصوت، ويضبط الصوت، يصلح ذلك المكبر الصوت، لا حرج عليه، ثم يعود إلى مكانه إلى مقامه. وهذه من الحركات المباحة التي لا تقدح في صحة الصلاة. إذن كل هذه التصرفات جائزة وصحيحة. نعم. نمر إلى سؤال سعديت من العاصمة، يقول أو تقول السائلة: دكتور سعيد، طلقني زوجي وهو في حالة سكر، فهل تحسب طلقة؟ ولنا وقفة مع أسئلة الطلاق دكتور كثيرا نسمعها من أخواتنا. سبحان الله. نعم. يعني قل ما يسألنا واحد يقول طلقت زوجتي أو تلفظ لزوجتي. نعم. يعني في الصميم أخ محمد صلاح جماعة الخير يقول لكم، نعم، ونؤكد على ما قاله: أما بك الرجال هم اللي يطلقوا، نعم، هم اللي يسألوا، ولكن سبحان الله، نعم، هم يطلقوا ما يسألوش، ونساء هم اللي يسألوا، يبقى في حيرة. كما ذلك السؤال تاع الأخت اسمها تسعديت من العاصمة، وفيه السؤال اللي ورد إلينا على المباشر. نعم. سميرة من سطيف. نعم. الجواب: طلاق السكران. نعم. طبعا الكلام طويل فيها أخ محمد صالح، نحاول نعطيه خلاصة. أولا السكر هذا حرام، يعني نبداو به باش ابتداء، ما يقولوش واحد هذا ظرف مخفف سيركونسونس اتينيونت، يعني يقول الله غالب أنا سكران، لا. السكر هذا تناول الخمور اللي اسمها النبي صلى الله عليه وسلم الخبائث حرام بشرع ربي سبحانه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والجسم من عمل الشيطان إلى آخر الآية. طيب الآن هذا اللي جاء سكران وطلق زوجته كما سمعنا في السؤال، هناك رأيان في الفقه الإسلامي. أبدأ بالرأي الذي يوقع الطلاق. هذا الرأي يقول مفاده أن طلاق السكران يقع مرتبا لآثاره الشرعية. أرجز ما يسكر يفرا إثم الطوثيس تفرا، هذا رأي الفقهي. طيب شكون اللي قال بهذا الرأي الفقهي؟ ممن قال به الإمام مالك، نعم، وقال به الإمام أبو حنيفة،
وقال به من تابعين سعيد بن المسيب، يعني بزاف قال به الإمام الليث، الإمام النخعي، يعني كثير من العلماء الذين قالوا بوقوع طلاق السكران مرتبا لآثاره. وهم يقولوا من مبرراتهم، يقول لك السكران التكليف عليه جار، يجري عليه التكليف، هو مكلف لأنه هو اللي خرج عقله بيده، يعني بإرادته. نعم. سلفغيس، يعني نتيك سكران سلفغيس، ماهوش هكذا سكر وحده، لا، شرب شراب وسكر خرج عقله، يدبر راسه، يتحمل مسؤولية ما صدر منه. هكذا حجة أخرى، يعني كيف يستفيد العاصي لله عز وجل مرتكبا لهذا الإثم، لهذا الوزر، من رخصة عدم وقوع الطلاق، فإن الطلاق يقع. هذا الرأي. طبعا جابوا أدلة في هذا الباب، منها ما ذكرت. طيب الرأي الثاني يقول طلاق السكران لا يقع، ما يوقعش. ممن قال بهذا الرأي الإمام البخاري صاحب صحيح نعم. صاحب صحيح. وممن قال به أيضا خليفة الخامس عمر بن عبد العزيز، نعم. وغيرهم، والإمام ابن تيمية وغيرهم، يعني مجموعة من العلماء قالوا بعدم وقوع طلاق السكران، وجابوا أدلة. من أدلتهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا المخلوق هذا اللي سكر وطلق هذه الكلمة، ما عندوش نية لإيقاع الطلاق، هكذا يقولون. ويقولوا أيضا أن العقل مناط التكليف، يعني هذا السكران العقل هو اللي مناط التكليف، معناه تجري الأحكام على العاقل، وهذا فاقد لعقله بسبب السكر، معنى يتحمل إثم ما فعل لأنه سكران، هذا وحده هو آثم لأنه سكران شرب الخمر، ولكن لا يترتب عن طلاقه أثر، مع طلاقه لا يقع. وهذا الرأي هو الذي نفتي به، يعني في باب الترجيح نقول للأخت سعديت هذا الطلاق ما يوقعش. ذكرت احنا كنت نتكلموا على الحوار. نعم. ممكن القائل يقول يا عجابة علاش اختلفوا، هذه من المسألة فيها خلاف، وهذا الخلاف لا يفسد الود قضية ولا ينقص من قدر الشريعة، بالعكس لازم صدورنا تتسع ونأتي في مجال الإفتاء، نفتي بالرأي الذي يحفظ الأسرة، بالرأي الذي نراه أصوب، نرى أدلته أقوى وفقط. نعم. يعني الترجيح يكون من هذا الباب باش نحافظوا على هذه الأسرة. لذلك الأخت سعديت نقول هذا الطلاق لا يقع، يعني مع وقوع مع ثبوت إثمه، معنى زوجك اللي طلقك يعني هو سكران، هو آثم يتحمل إثم قدام ربي سبحانه عز وجل، أما هذا الطلاق فلا يقع. وكان دليل آخر الشيخ نذكره محمد صالح، ربي قال لا تزر وزوجة وزر أخرى، يعني ما ذنب هذه المرأة التي وقع عليها الطلاق، ما ذنب أولئك الأولاد، ما عندهمش ذنب، باباهم سكر وجال يماهم طلقها، إذن قولوا له يتحمسوا أمام الله يخلصها يوم القيامة على جل وجه المعصية هذه. أما الطلاق نتاعو طلاقه لا يقع، أي لا يرتب آثاره، والله أعلم. بارك الله فيك دكتور. إلى السؤال الوارد للبرنامج، سائلة من العاصمة تقول تريد شراء ذهب بذهب، تدفع لسائغ الذهب القديم وتأخذ ذهبا جديدا على أن تزيد له في المال إلى أجل، يعني تأخذ كريدي، فحكم هذا الشراء دكتور سعيد؟ نعم، موضوع الذهب يا أخي محمد صالح يعني في أكثر من مرة أيضا ذكر هذا الموضوع. عندنا موضوعين، ذهب بذهب والسداد إلى أجل. السداد إلى أجل. نقول لك يا الأخت الكريمة في هذه المسألة هناك رأيان فقهيان. نعم. ما تقلقوش بركي تقولوا نسمعوا آراء، هذه آراء فقهية، والحمد لله أنه في المسائل القطعية اللي فيها نصوص قاطعة ثبوتا ودلالة لا مجال للاجتهاد أو لاختلاف الرأي، طبقا القاعدة المعروفة لا اجتهاد في مورد النص. ولكن وين تكون نصوص ظنية أو نصوص تحتوي على ألفاظ مشتركة قابلة لتعدد المعاني، إذن منطقيا
وليس في ذلك أدنى حرج أن تتعدد الرؤى أو تتعدد الفهوم أو المفاهيم أو الأفهام. فنقول إذن هناك رأيان فقهيان، رأي يمنع هذه المعاملة، أقل ما يقال فيها أنها شبهة، وهناك رأي آخر يجيز هذه المعاملة. فإذا كان أنت يعني في ساعة من أمرك الأفضل ما تديريش هذه المعاملة، وإذا كان عندك ظروف معينة يعني إكراهات معينة خذي بهذا الرأي الذي يفتي بالجواز ولا شيء عليك. نعم. غنية من العاصمة تقول أصلي الصلاة في وقتها وتعيش حالة يعني ينتابها الخوف في صلاتها خصوصا مع وقت المغرب وحالة من الخوف والوسوسة. والله يا الأخت غنية ساعدك أنت راك تصلي في الوقت، يعني هذه حاجة مليحة ثابت عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أنه مما قاله يعني أفضل الأعمال الصلاة في وقتها. نعم. فهذا باتفاق الفقهاء سلفا وخلفا، وربي قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويساعدك تصلي في أول الوقت، تسمعي الأذان تنزل لصلاتك، وإن كان يجوز كما تعرفوا جميعا في الوقت الاختياري في أي وقت أوقع المصلي صلاته فتعتبر صلاة أداء وقد أداها في وقتها الاختياري، في الوقت الاختياري. وهذه مسائل فقهية معروفة في الفقه الإسلامي، ولكن أفضل الأوقات أول وقت الصلاة. أنت راك تصلي في الوقت يعني يساعدك الله يبارك، ولكن الشيء اللي فعلا محير أنك تشعرين بالخوف، قد يحكمني الخوف وقلبي يخبط، وخاصة في وقت المغرب، ثم قالت هي ترقي وما تكلمش الناس، يعني هذا الحال طبعا ليست حالة يعني سوية يقينا. نصحوك يا الأخت غانية أولا تحافظي على صلاتك، داومي على ذلك، داومي على قراءة القرآن الكريم الوحي الطاهر قراءة وتدبرا، وداومي على قراءة السنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قراءة وتدبرا وفهما، ولكن وكذلك المحافظة على الأدعية، أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، أذكار الصباح وأذكار المساء. جاب ربي بهذا الشكل إن شاء الله تخرج من هذه الأزمة. بلا ما نقول لك روحي للراقي ولا شيء من هذا القبيل، كل إنسان يرقي روحه ذلك أفضل. قرأي هذا الشيء، قرأي وما تخافيش، لأن ذلك مسألة الخوف يا أخي محمد سبحان الله. نعم. لازم يخاف اللي ما يعبدش ربي سبحانه عز وجل. انت يساعدك يا الأخت غانية، أنا نقول لك باللي بكل صراحة يعني الشيطان هو اللي بغى يسرق منك الإيمان اللي عندك. نعطي لها الدليل الآن منطقي. السارق يا أخي محمد صالح هل يقصد البيوت العامرة بالخيرات باش يسرقها بالأموال وكذا، ولا يقصد البيوت الخاربة؟ الشيطان ما خف وزنه وغلى ثمنه. عليك نور. إذن يا الأخت غانية كما جاوب الأخ محمد صالح، السارق يروح للدار العامرة، نعم. وخاصة وين يلقى كما قال ما خف وزنه وغلى ثمنه، نعم. ولا يعني أغلى من الإيمان يعني. نعم. باش يدي فريجيدير، لا يدي ذهب، نعم. الذهب يدور في جيبه وجاب ملايين، نعم. باش يرفد فريجيدير حتى يحكموها أهل الدار ولا الجيران. ولكن اللي أغلى من الذهب والفضة هو الإيمان. كما أن السارق يسرق أغلى ما يملكه الإنسان ماديا، كذلك الشيطان يسرق أغلى ما يملكه الإنسان في قلبه وهو الإيمان. أنت عندك إيمان ما شاء الله، والشيطان بغى يسرق منك الإيمان. كيفاش يسرقوا منك؟ يسرقوا منك إما بزرع الشك في قلبك، يديلك الشكوك، نعم. تولي الوسوسة والشك وكذا، وإما يزرع في قلبك الخوف باش تخافي، تولي تكرهي كاع الناس وتخافي إلى آخره، خاصة في أوقات معينة كما المغرب. مع المغرب معنا مقدمات الليل، هو جاي الظلمة، مش كما النهار الشمس والدنيا ضاوية وكذا. وله خصوصية هذا الوقت يعني. نعم هذا الوقت له خصوصية، لذلك أنت الوقت غني ما تخافيش ما تقلقيش، ثبتنا لك الآن بالدليل باللي أنت عندك الإيمان يساعدك، حافظي عليه وما تخافيش، ربي يزيدك إيمان وتقوى ويقينا، وحافظي على ما استمعت إليه من تلاوة وأذكار إلى آخره، وربي بعد عليك هذا الخوف. حتى في الحديث الشريف إن الشيطان لا يختلس من صلاة العبد، نعم. يعني يأخذ منها نعم. بارك الله فيك دكتور. سميرة من سطيف تحريم الزوج لها وأثناء حديثنا، نعم حياة من سطيف، نعم عفوا حياة من سطيف، كلاهما من سطيف. نعم. اغتسال المرأة وصب الماء على الرأس، لكن الرأس يكون عليه زيت، هذا الزيت قد يكون مانعا لوصول الماء إلى البشرة. وقالت أيضا بدون صابون طبعا، نعم. لأن الصابون مزيل للزيت يعني.
الصابون مزيل زيت. الأفضل يا الأخت حياة أنك تسبقي بالصابون باش تزيلين كل الحوائل أو كل حائل، كلاهما صحيح، والموانع. نعم. والموانع اللي تمنع وصول الماء إلى جميع أجزاء الرأس أو الجسم هكذا. نعم. أما أنه يعني ما درتيش الصابون، صرتي فقط المجتهدي في صب الماء بقدر الإمكان والسلام، هذا ما كان ليس شرطا، يعني أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان ما عندك صابون ولا شيء من هذا القبيل أكثري من الماء ولو بدون صابون، ونسأل الله حاولي تعممي يعني جسدك وشعرك ورأسك بالماء، نسأل الله القبول. آمين إن شاء الله. هل عندما يحرق الإنسان ولد في النار، نسأل الله العافية والسلامة، لا يشم رائحة الجنة؟ يا لطيف، هذا لا أصل له في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا مطلوب من الوالدين ماشي فقط الأم، والأم من باب أولى باعتبارها هي الراعية الأولى لأولادها، أنها توفر أسباب الأمن لأولادها، ما تخليهمش مثلا يعني وين هي تشعل النار ولا كذا إلى أخ تخلي أولادها الصغار يلعبوا ثم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مؤخرا يعني هذه نرويها فقط. نعم. يعني واحد للعبرة. نعم. للعبرة، يعني طفل أكبر شوية من أخوه رماه للنار مباشرة، تحرق يده في زوج. نعم. يعني خلات زوج ولادها، واحد صغير تمام والآخر أكبر منه شوية، وهذاك رماه ما على بالوش بالخطر، فالحمد لله على السلامة. لذلك أنت يا الأخت الكريمة، وكل أم لابد أن توفر أسباب الأمن لأولادها، وتبعد عليهم يعني وسائل أو أسباب الأذى، خاصة النار والكهرباء والشيء من القبيل، ولا لي بريز هذوك اللي يكونوا قراب مش عارفين. ولكن إذا حصل مع كل التأمينات اللي موجودة وفي منأ عن كل ألوان الرعونة وحصل هذا الأمر، يعني وليدها تحرق، لا شيء عليك، رب سبحانه غفور رحيم. أما قول القائل أنه ما تذوقش رائحة الجنة، هذا كلام غير صحيح ولا أصل له في الدين. نعم. إلى سميرة من سطيف. نعم. تحريم الزوج لها، وذكرت يعني السبب، قال يعني تواصلت مع الوالدة فهي محرمة، وقال لها أنها نوى بذلك الطلاق. إذن فقد وقع. نعم. كلمة تحريم هذه هي ما كاش كلمة أقرب إلى اللفظ الصريح الذي يفيد الطلاق مثل كلمة التحريم. تحل بالزواج وتحرم بالطلاق. تحل بالزواج. نعم. وتحرم بالطلاق. الشيخ حماني رحمه الله. والشيخ أحمد حماني مفتي الجزائر. نعم. وإمام الجزائر رحمه الله برحمة الواسعة أفتى بذلك، ونحن نفتي بفتواه. نعم. له قول مغلظ في المسألة. نعم. 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 لذلك لابد الناس تحافظ. والأخ محمد صالح طرح لك السؤال، وقت سميرة قال لك الزوج هو الذي يسأل، لأنه حتى يعني من خلال سؤال تبين أن هناك طلقة يعني من قبل. من قبل. نعم. مشكلة. فبالتالي الآن يضرك إذا كانت الطلقة الأولى تمت، هاي الطلقة الأولى رجعية، فإذا تمت الرجعة أثناء العدة خلاص يعني تعتبر طلقة واحدة. وبالمناسبة ننبه رب سبحانه قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. إذا كان المرأة صدر الطلاق في حقها عندها هذه المدة، زوجها عنده حق يرجعها خلال فترة العدة، أثناء فترة العدة بلا عقد ولا مهر جديدين، يرجعها بكلمة يقول رجعتك خلاص، ولكن طلقة واقعة رجعية. وإذا كان زاد عود طلقها بهذا الشكل طلقة ثانية، هي طلقة ثانية لازم يرجعها خلال العدة، ماشي حتى يفوتوا تقريبا 3 شهور يعني مدة العدة تقريبا، يعني مش 3 شهور تقريبا، وأقول تقريبا خاطر ربي قال 3 قروء، إما 3 أطهار أو حيضات أو 3 حيضات. إذن فهذه تعتبر طلقة رجعية ثانية. إذا تم وقوع هاتين الطلقتين معنا بقى طلقة ثالثة، خاطر ربي قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني لو كان يزيد الطلقة طلقة ثالثة، هذه تعتبر طلاق بائن بينونة كبرى. وطبعا ثم لا يجوز له أن يتزوج بك إلا بعد أن تتزوجي زوجا آخر وبعد نهاية عدتك منه من عدة الطلاق أو عدة الوفاة. يعني هذا حكم شديد جدا. وأكد واش قال أخوي محمد صالح، لازم الأزواج هما اللي يسألوا، والأفضل أن يكون الزوج مع الزوجة مع بعض، يروحوا الإمام أو مفتي يطرحوا القضية يسألهم، لأن في اختلاف الزوجين عند المفتي تبين له أمور كثيرة. نعم. تبين أمور كثيرة. لذلك يسأل الزوج ويسأل الزوجة، كلاهما أحيانا الزوج ينسى أحيانا الزوجة تنسى. كل واحد منهم يذكر الآخر.
لذلك كلما كانت المعطيات لدوني معطيات سليمة كلما كانت الفتوى سليمة وقريبة. نعم. بارك الله فيك دكتور. أنتم على الجزائرية الخامسة قناة القرآن الكريم ومع برنامجكم هلا سألوا. التواصل مع الدكتور سعيد للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. أرقامنا هي ذا معروضة أدنى الشاشة 021 37 42 87 021 37 45 64. معنا مكالمة إلى سوق هراس. السيدة نجية السلام عليكم. خويا عندي أسئلة الله يسترك. نعم في الاستماع إليك يا نجية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. يزيد فضلك خويا عندي أسئلة إذا كان ممكن. تفضلي يا نجية تفضلي بسرعة الله يحفظك. يزيد فضلك الله يهنيك. شوف أنا عندي دونك أمي مريضة عندها الزهايمر. نعم. عندها الزهايمر وتسمى عايشة معايا. أنا اللي نصرف عليها نصرف عليها من لا بونسيون تاع رجلها اللي مات. نعم. وناخذ نصيب هكذا من المال نصدقوا ومكفلة بيتيمين. هل هذا يجوز؟ هذه حاجة. الثانية متعلق بها بعدا ماما عندها حاجة ذهب أنا بعتها بنية أني الدراهم هذوك نصدقهم وندير لها صدقة جارية على جامع تاع الصلاة. نعم. فوالا. بعتيهم؟ اي بعت انا الحاجة تاع الذهب هذيك ودراهمها مازالوا. علاه ما درتهمش باسكو نعم واصلي بعتها ودراهمها نويت باش نصدقهم على جامع ندير لها صدقة جارية. لكن كاين ناس قالوا لي ما عندكش حق انك تصرفي في مالها هي مريضة. فهمني على هذه راني نسأل. عندك خاوة انت يعني؟ عندي خواتات عندي خويا. انا اجتمع الاخ اللي قال لي يعني نسيت قالوا لي ما لازمكش تتصرفي لازم تعاودي تشري هذيك الحاجة من جديد. لا هم يعلموا بالموضوع ولا لا؟ ما يعلموش تسمى انا كاين اخ اللي يعلم قال لي ماشي مشكل ما دام حد تصرفي. نعم واضح ان شاء الله. كاين سؤال ثالث انا تسمى ناخذ نصيب من مالي نسد كل واحده تسمى هكذا محتاجه من العائله. لكن ما عرفت انها تروح تشوف وفات هكذا منعت عليها قلت لها لا ما نزيدش نمد لك دراهم يعني هل يعني تصرفت مليح ما تصرفتش مليح من ناحيه الدين. نعم. شكرا يا نجية. يعني لضيق الوقت الاسئله بزاف لكن ما احترم انه شكرا على تقدير جزاكم الله خير. شكرا. نعم. نعيمة من وهران ونجيب إن شاء الله بقية الإخوان. نعيمة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي واحد سؤالين. تفضلي. عندي أب تاعي منذ أسبوع ما منطقة لم نسمع السؤال. سمح فينا نفقة ما يمتش حتى حاجة. أسكو من زوجت أهل زوجي قالوا لي حرام عليك لما تروحي تشوفي تركبي عليه وتشوفي زعما لازم تروحي ما تقطعيش صلة الرحم. أسكو زعما أنا اللي عندي الحق ولا هما؟ أنا من ما صرت في الحنان ما عطانيش كاع الحنان ما تبنيش الحنان تاع الأب. نعم. من نبدا ما تقولي السؤال تاع حاجة. والسؤال الثاني نعم. عندي شيخي كان مريض في الأوبيتال. نعم. وشاف شاف منام بلي ذاك المنام كان جا عنده وحده لابسه الابيض وقالت له عطيتك الرؤيه. نعيمة اعذرينا موضوع المنامات لا نجيب عليه معذرة أختي الكريمة. دائما نشير في البرنامج أن الرؤى والمنامات يعني عندها أهل اختصاص. والسؤال الأول لا السؤال الأول واضح إن شاء الله نعطيك فيه التوجيه والنصيحة ولكن فقط التزميها. صح. بارك الله فيك أختي نعيمة ومعذرة عن السؤال الثاني. دكتور مع حورية من سيدي بن العباس عندما تصلي قيام الليل يطول بها المقام حتى يؤذن الفجر فيدركها الفجر وهي لم تصلي الوتر بعد. الصلاة الوتر في هذا الوقت يجوز. صلي صلاة الوتر ولا شيء عليك. صلي صلاة الوتر وبعد ذلك بعد طلوع الفجر. نعم. نعم. هل يجوز لها أن تجمع في نية واحدة الصدقة على الأموات والأحياء؟ إنما الأعمال بالنيات.
نعم. إنما الأعمال بالنيات، يعني خلاصة ما ورد من نصوص في هذا الأمر يسمح لنا بالقول بجواز النية، التصدق بالنية لك والوالدك الله يرحمه وزوجك الله يرحمه، هكذا قالت. يعني واحد كي يتصدق صدقة على نفسه وعلى والدها وزوجها، على نفسك وعلى زوجك الله يرحمه وعلى باباك. نعم. قل اللهم تقبل أجر ما تصدقت به، طبعا النية محلها القلب، عن فلان وفلان وفلان، تحبي دير كاع العائلة نتاعك، هذا الأمر يجوز. وهذا من عظمة، والإسلام كله عظيم، من عظمة الإسلام أن الأحياء ينفعون الأموات، ينفعونهم بالدعاء، كقول الله عز وجل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ويدعو حينا لميتنا، ونزور المقابر وندعو لموتانا. والأمر كما ذكره كثير من العلماء منهم النووي والشاطبي وغيره بجواز هذا التصدق بنية من تشائين، اللي تنوي في قلبك إن شاء الله نصيب من الأجر يصل إليه إن شاء الله. نعم. إلى نجية من سوق هراس دكتور، أمها مريضة يعني بمرض الخرف، وهي تصرف عليها من المنحة التي تقضاها الوالدة، وتأخذ نصيب من هذا المال للصدقة على أمها. نعم. حكم هذا التصرف؟ الأخت نجية، بقدر ما نقدر فيك هذا الحنان ونقدر فيك هذه الشفقة وهذا الخير وهذا الصلاح، الحرص كذلك، الحرص، ولكن يا أختي الفاضلة هذيك الأمان، هذيك المنحة نتاع الوالدة نتاعك هي منحتها، هي خاصة بها، تتعلق بذمتها المالية. أما أنت تقومين بدور القيم أو بدور المقدم، بمعنى دورك رعاية هذا المال وصرف هذا المال لفائدة والدتك، ولكن فيما يعني تحتاج إليه سدا لحاجاتها، الماكلة نتاعها، اللباس نتاعها، الدواء نتاعها إلى آخره. أما أنك تتصدقين ودون استشارة حتى الباقي، يعني طبعا هنا الآن هي حقها، معنى ذمتها المالية، ما نتكلموش عن الأولاد هنا، ولكن ديري في بالك بدرتي تصرف منافي للشرع، لا ما تديريش هكذا بالنسبة للصدقة والبيع. نعم. وكذلك أنك تبيعي الذهب، بعتي وبعدين تصدقيه على جامع إلى آخره، هذا الأمر لا يصح يا الأخت، يعني بكل صراحة، لأنه كان هكذا أي واحد يحكم المال، خاصة هذا اللي ما عندهم مثل هذا المرض، ما يقدروش يسيروا شؤونهم المالية، يعني بين قوسين محجور عليهم، تصرفاتهم باطلة. لماذا باطلة؟ لأنها ضررا محضا، ولكن الإنسان يقدر يتصدق لو بعد الوفاة. نعم، ما يعرف شكون يموت الأول، ما آل إليك من مال يجوز لك أن تتصدقي على روح الوالد نتاعك، دير لها صدقة جارية، دير لها صدقة مطلقة. هذه نصيحتنا لك يا الأخت الكريمة. ممكن هذا يؤدي إلى مشكلات مع الإخوة، يقول لك بأي حق تتصرفين في هذا المال، أنت راك راعية لهذا المال وفقط. لذلك الآن بالمناسبة حتى القوانين الجزائرية، يعني القوانين الجزائرية تمنع التصرف في أموال القصر أو في أموال المحجور عليهم أو اللي عندهم مثل هذا المرض، لا، إلا بإذن من القاضي. هذا إذا كان في الاستثمار، نعم، تستثمرين أموال. أما أنك وحدك تقررين تتصدقي وديري، طيب إن شاء الله ربي يتقبل، أنت درتي بحسن النية، ربي يجازيك خير، وإن شاء الله سيدي تصدقتي بها ربي يتقبله عن الوالدة نتاعك، ولكن ما دام هي حية مالها لها، يصرف فيما ينفعها هي وفقط. أما الأمور هذه تاع الصدقة وكذا إلى آخره ما تديريهاش إلا إذا كان قدر الله عز وجل الوفاة، لك الحق في التصرف. الله المستعان. إذا تقول لها نصيب من المال خاص بها هي أختنا نجية من سوق هراس، وكانت تتصدق به على امرأة، لما علمت أنها تذهب للشوافات والعرافات منعت صدقتها عليها. إذا كانت صدقتك دعما لها، تعطي لها دراهم اللي باش تروح تكري طوموبيل وتروح للشوافات وتمد للشوافات، تستعين بالمال ذلك. تستعين بذلك المال الذي تقدمين وهي تذهب به إلى الشوافة. هذا أمر لا يجوز لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما أنه إذا كان هي تروح للشوافة هذا إثم،
هي تتحمل وزر هذا الإثم، تتحمل هذا الإثم، مسؤولة أمام الله. فإذا كانت هي في حاجة مريضة وربما تحتاج إلى علاج وتحتاج إلى قوت هي بالذات لفقرها لحالها، فنفرق بين الأمرين، نقول الأول لا يجوز، هي تتحمل المسؤولية أمام الله. أما أنت تعاونيها لأنها فقيرة لأنها محتاجة، هذا أمر جائز. ما تربطيش بين الأمرين. أنت عندك حق النصيحة، تقول يا فلانة باش تروح للشوافة هذا حرام لا يجوز كذا كذا كذا، هذا نعم. طيب وبعدين هذه الصدقة كي تصدقي لها، إذا كانت تستعين بهذا المال باش تروح للشوافة أو غلب على ظنك، والعبرة بغلبة الظن، غلب على ظنك، شكيتي بزاف أنه تستخدم هذا المال في وتصرفه باش تروح للشوافة، هنا أيضا لا يجوز، ما تعاونيهاش، وسمعتي الآية. أما إذا كان ما عندك حتى شك في هذا الأمر، هي محتاجة فقيرة وكذا وتعاونيها، فصدقتك صحيحة إن شاء الله تعالى. نعم. نعيمة من وهران تقول أن الأب طلق الأم منذ يعني صغرهم وسمح في بناته وأبنائه. تقول أنا في مقاطعة معه منذ صغري، لما تزوجت يعني أهل الزوج وزوجها يعني حثوها على أن تتواصل مع والدها، ولكن تقول يعني لم أتلقى منه الحنان في صغري، فبقي هذا الأمر حائلا بينها وبين والدها. نعم. كونه الوالد نتاعك يعني طلق زوجته، طلق والدتك ولا سمح فيكم وهملكم، نقول هذا وحده هذه ذنوب يتحملها هو. رب سبحانه كي قال يوصيكم الله في أولادكم، وكذلك أيضا وعلى المولود له رزق، الآية وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، في رواية أخرى أن يضيع من يقوت. يعني ما كاينش إثم كيما هذا. الأب اللي يضيع أولاده اللي يضيع بناته عنده إثم كبير عند ربي سبحانه عز وجل. هذه الأخت نعيمة بالنسبة لباباك لوالدك، خلاص هذه الأحكام الشرعية باختصار على والدك. الآن هو سمح فيكم، ما عطلكمش الحنان، ما عطلكمش الشفقة والرحمة. طيب هو أيضا ظالم، لأن الأب ما يعطيش غير الأمور المادية، ولكن الأمور المعنوية أيضا. الإنسان إنسان يحتاج إلى مشاعر، يحتاج إلى حنان، خاصة اللي ما داش الحنان من مواليه من والديه كي كان صغير، فعلا سيكون ضعيفا ومهزوزا وناقصا طوال حياته. إن شاء الله يكون عنده واش كان يملك أموال كثيرة في الدنيا هذه وكذا، ولكن يبقى دائما عنده نقص في هذا الجانب المهم، في هذا الجانب الحيوي وهو الحنان. تنبيها للأولياء باش يمدوا الحنان لأولادهم بلا حدود. طيب إذن كملنا الأمر تاع بابك. الآن رجعوا ليك أنت الأخت نعيمة، ربي يحفظك. الآن تزوجتي وراكي كبرتي ما شاء الله وكذا، راكي تقولي ما عطاليش الحنان، ما نحسش بوجوب ولا بالرغبة باش نمدلو أنا أيضا الحنان. نقول لك هنا راكي غلطانة. لماذا غلطانة؟ لأن ربي سبحانه يقول ادفع بالتي هي أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، معنى بابك ضرك وضر خوتك، هذا لا يبرر لك هذا الصنيع، هذا الفعل، أنك تضريه كما ضرك. تقول أنت ما عطيتليش الحنان ذوك نقطع معاك، لأن قطع الرحم لا يجوز، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليس الواصل بالمكافئ. يعني عندنا أحاديث كثيرة تأكد على لزوم صلة الأرحام. سمعي العائلة نتاع زوجك اللي راهم يقول لك روحي لبابك، روحي لبابك، حتى لو كان قلبك ما راحش روحي سلمي عليه واعطيله واش لازم تعطيله والسلام. وكان ربي سبحانه لعل هذا الحنان منك هو اللي يخليه يراجع نفسه ويتوب قبل فوات الأوان. أترضين باش بابك يروح هكذا بلا توبة، يروح للآخرة بلا توبة؟ عاونيه. عاونيه. هذا واش نقول لك يا الأخت نعيمة، نصيحة. الله الموفق إن شاء الله في تواصلها مع والديها إن شاء الله. سؤال ورد إلينا الآن، هذه السائلات استحية تطرحه على المباشر دكتور سعيد. تقول الجنة تحت أقدام الأمهات، ليس كذلك؟ قالت وليس لي أولاد، فهل هذا يعني أن الجنة ليست تحت قدمي؟ الله أكبر، الله أكبر. يعني هذا الحديث يا الأخت الكريمة باش يعني دعوة للأبناء باش يطيعوا الوالدين، خاصة الأم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أبوك.
ولكن أنت ما عندكش إن شاء الله ربي يرزقك بالأولاد. إلا ما رزقكش ربي سبحانه عز وجل احتسب إلى ربي سبحانه عندك أجر كبير عند الله عز وجل إن شاء الله تعالى، ونسأل الله على الجنة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا دكتور سعيد، الله يسلمك. بارك الله فيك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى الغد بحول من المولى وقوته. سلام الله على الجميع ورحمة منه وبركاته.